هل تعتقدين بأن حكومة السيد الباجي قايد سبسي قادرة رغم كل ما أثرناه الآن من استعادة زمام المبادرة في القريب؟ نعم، أعتقد أنهم قادرين إذا ما أخذوا المبادرات المناسبة. وأنا أحذر من المعالجة القضائية للخلافات السياسية. واليوم إذا كان يحاكم السيد الراشحي أراه أكبر خطأ، والمقارنة بالحبيب عاشور هي زلة لسان. أعتقد أرجو من الحكومة أن تقوم بتصحيح هذا الشيء، وأرجو أنه الحكومة ما تزيدش يعني توكر الجو، لأنه ما قام به الراشحي إن وافقناه أو خلفناه هو رأي، معنى تعبير على الرأي، ويعني ممكن يكون صائب أو غير صائب، لكن هذا يعني يعتبر يعني محاسبة على الرأي، يعني محاسبة كجريمة رأي. وفي المقابل المديرين متاع السجون اللي سيبوا المساجين وقاموا بأفعال إجرامية لم يحاسبوا، ولا واحد منهم تعدى قدام القضاء، ولا رينا واحد يعني وقفوه عن خدمته. يعني شنو معناته أنه المؤسسة القضائية اللي هي معطلة اليوم تسمح لنفسها باش تجرد قاضي من سيفته القضائية وباش نعملوا محاكمة سياسية في عهد الثورة؟ هذا اعتبر أكبر خطأ، وأرجو أنه يوقع يعني التراجع على هذا القرار من طرف الحكومة ومن طرف المؤسسة العسكرية. شكرا لك سيدة سهام بن سدرين، الصحفية والناشطة في مجال حقوق الإنسان. شكرا أيضا لضيفنا في الاستوديو المحامي والناشط السياسي عبد الناصر العويني، ونشكر أيضا ضيفنا من تونس المحامي محمد الأزهر العكمي الذي لا ندري لسبب ما غادرنا دون إعلام. على كل نشكره على مشاركته في هذه الفترة من برنامج حديث الثورة. فاصل قصير ثم نعود